هو ليه اللغة العربية هي اللغة الأفضل لقراءة الأعمال؟ النهاردة هنتكلم أيها السادة عن روعة وجمال اللغة العربية، فهي لغة تتذوقها وليست فقط لغة تقرأها. إزاي بقى يا معلم؟ هنضرب مثال بسيط جدا. إن أنت مثلا بتقرأ منهى أو رواية، والرواية دي عجبتك جدا وشدتك ووصلت للفصل الأخير منها، فقررت انت عشان مستعجل بقى يعني مش لاحق، مش قادر تستنى الفصل الجديد ينزل، قررت ان انت تروح تقراها على موقع اجنبي. حلو يا عم، وقرات الفصل اللي هو الاخير بقى اللي لسه نازل باللغه الانجليزيه. بعد كده الفصل لما ربنا كرم ونزل قراته بالعربي بقى، هتحس وتتذوق الحاجه اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. طيب نديك مثال تاني. هنطبق النهارده لموقع بيترجم المانهوا اسمه تيم اكس. نفترض ان انت قرات العمل باللغه العربيه برضو ولكن على موقع مختلف. بعد كده جيت تقرا نفس الفصل على موقع تيم اكس، هتلاقي طريقه مختلفه في الصياغه. يعني الراجل المترجم اللي هناك عنده فهم وروعه في كتابه اللغه العربيه. عشان نوضح الفكرة أكتر هنضرب مثال من أحد أعمال تيم إكس اللي ظاهر فيه الفكرة دي بوضوح، وهو عمل اسمه Absolute Regression. العمل بيحكي عن جيوم مو جوك، وهو أحد أبناء الشيطان السماوي اللي ضيع 40 سنة من عمره علشان يعمل تقنية اسمها التراجع العظيم، والشخص اللي يقدر يفعلها اسمه جوي ريونجاثا. يخرب بيت الأسماء الكوري. بس المهم المشكلة ما كانتش في التقنية، لكن في المواد الخمسة اللي التقنية محتاجاها علشان تتفاعل. أول واحد جرس الرعد من طائفة الرياح السماوية، بعد كده المبخرة المقدسة من عائلة التنين المقدس، وجوهرة سمكة الشبوط بعمر 10,000 عام، والروح الشيطانية السرية من الطائفة الشيطانية، و5 ملايين نيانج. نيانج دي هي العملة بتاعتهم. والبطل أخيرا قدر يجمع كل المواد، وأخيرا هيعملوا التقنية. لكن كان في فضول كده عند جوي عن ليه البطل عايز يتراجع. قال له إنه عايز ينتقم من هو موجي. بص، هو موجي ده حرفيا أقوى واحد في عالم المورين، عمل اللي مفيش حد عمله. قتل الشيطان السماوي وقائد اتحاد المورين وقائد الاتحاد غير الأرثوذكسي. بس بالنسبة للبطل هو الشخص اللي قتل أبوه ودمر عشيرته، عشان كده لازم يرجع قبل ما هو موراجي يظهر عشان يخطط براحته للانتقام. ومن هنا بتبدأ قصتنا. نوقف كلام عن منهوات ابسولوت ريجريشن. احنا هدفنا في الحلقه دي ان احنا هنتكلم عن اللغه العربيه، ولكن المنهوة دي كانت فعلا مديه مثال عن ازاي ان انا من عربي لعربي ممكن يكون في فرق رهيب في الكلمات. طيب انا عايز اقول لك على معنيين كده انا كتبتهم عشان انا بنسى بسرعه. بص يا عم، اول حاجه لازم نتكلم عليها هي معنى كلمه البلاغه. البلاغه هي ايصال المعنى بافصاح اللفظ بافصح لفظ وادق تعبير وابلغ اسلوب على نحو يصيب العقل ويلامس القلب. يا سلام عليك يا فنان، فعلا لو فهمت الكلام ده معناه هتبقى فاهم معنى كلمه البلاغه بشيء من الدقه. طيب في كلمه ثانيه لازم نبقى فاهمينها عشان تبقى انت فاهم الدخله بتاعت الحلقه دي بتحكي عن ايه. طيب اسمها تذوق اللغه. انا قاعد اقول لك تذوق اللغه تتذوق اللغه. طب يعني ايه بقى تذوق اللغه دي؟ بص يا عم، هو الإحساس بجمال الألفاظ واستحضار الصور التي تصنعها الكلمات وفهم المعنى بروحه لا بحروفه. جميل يا عم، أنا دلوقتي فهمت معنى كلمة تذوق اللغة وفهمت معنى كلمة البلاغة، وفعلا الأعمال اللي بتبقى كويسة ولمسة الصفات اللي هي البلاغة والنحو والتذوق، فعلا الراجل ده بيحقق المعادلة الصعبة. طب أنا عايز مثل بيوضح لي بين واحد كاتب عربي أهو عادي وواحد كاتب نفس الكلام العربي ونفس المعنى لكن باللي أنت بتقوله ده. بص يا عم، نفترض مثلا، أنا معلش بنسى بسرعة، واحد قال مرت سنوات طويلة وتغيرت أشياء كثيرة في حياتي. حلو أوي، جميل ولطيف وكل حاجة، ولكن شوف نفس المعنى ولكن بطريقة أكثر رقيا. قال لك مرت السنون كأنها ريح عابرة وبدلت ملامح حياتي كما يبدل الزمن وجه الفصول. سلام. في منتهى البساطة الفكرة هنتكلم عنها النهاردة هي طريقة مختلفة في الصياغة. يعني نفترض الأول، خلينا نرتبها كده. أول حاجة اللغة الإنجليزية اللي هي كانت الحاجة الأصلية اللي العمل ده معمول بيها، ترجمناها للغة العربية. وفي شخصين بيترجموا عربي، واحد عنده مهارة وحنكة في ترجمة اللغة العربية وفهم بلاغة والكلام ده كله، واحد ترجم عادي. اللي هيترجم عادي هتلاقيه عادي مترجم حرفيا زي ما الإنجليزي كاتب، ولكن التاني هيديني لمسة جمالية وشيء
حرفيا بتتذوقه هو كانه عطر يمر على مسامعك ويمر على قلبك. يعني حاجه، هو عطر المفروض يتشم، ولكن هو انت بتحسه في قلبك كده وفي روحك وانت بتقرا الفصل. والحاجه دي واضحه جدا في منهوة ابسولوت ريجريشن، عشان كده ضربنا بها مثال النهارده، لان هي فعلا انت لو قراتها من اي موقع تاني وقراتها من تيم اكس هتحس فعلا بشيء مختلف. المنهوة دي دي حاجه عليت مستويات كتير جدا بسبب بس الترجمه. فالترجمه فعلا المختلفه والمتميزه بتميز العمل وبترفع من مقامه. وانا برضو بقرا عادي كده، لا مش حاسه كده، انما انا بقرا منهوة مكتوب باللغه العربيه وفيها جمال وفيها بلاغه، لا بحس ان في حاجه جميله، انا بقرا حاجه محترمه، انا بقرا حاجه متميزه. ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناه علشان ان شاء الله نبدا نتكلم على منهوات كل مره منهوة. الحاجه اللي احنا كنا عملنا عليها توضيح قبل كده، اللي هو ازاي اقول لك منهوات لازم تقراها والكلام ده، وهنتكلم على وجهات نظر في هذه المنهوات والشخصيات في هذه المنهوات، وهتنبسط معانا يعني. وان شاء الله الدنيا هتبقى زي الفل، والقناه هتعلى وهتعلى، والدنيا هتبقى جميله جدا، وانت بتحب المانهوا والمانجا خليك معانا. يلا سلام عليكم.